العراق بلد الحضارات، أقدم حضارة على وجه الكرة الأرضية. حضارة اللي علمتك كم شغلة هواي، بس يعني أنا شوية تعبان أنا ما أذكرها كلها، يعني تدني أذكر كل شيء، يعني كل شيء زين صار بالعراق لك مثلا ما أقدر شنو يعني. بس المهم أقول لك إحنا نحكي عن اللهجة العراقية والسعودية. نحن نبدي بالفصل الأول. لهجة عراقية، اخذ اعتبارك كلمات تقول لصاحبك شلونك ماخذها من شلونك ماخذها من شنو لونك، شنو لونك ماخذها من ما هو لونك، ماخذها من ماذا لونك، ماذا او ما هو لونك، معناها قبل الله كان منتشر مرض اسمه السرطان، الله يبعد عنا وان شاء الله ما حد يتمرض. كان بيه شخص يصير لون جلده 3 الوان، الازرق والاحمر والاصفر. الأحمر يعني أنه تحت العلاج ويمكن يتعالج، الأصفر معناها أنه هو يعني نص ونص، يموت أنه يموت أو يعيش، والأزرق يعني راح يتوفى أول وتالي. المهم راح كلمة ثانية بالاحتلال الأمريكي، نحتل اللون الأمريكان، دخلت هواي كلمات مثل هلاو اللي هي هلو، مثل تخبر واحد تقول له هلا شلونك مدري شنو. أنا استغرب كلمة عباس تقول هلا شلونك عباس زين، قل لي عباس زين بالتعليقات لا. المهم يعني هلو من هلو، بس الو والله الو ما مشتقه من شيء، لان تقول له الو يعني انت وياي بالمخابره قاعد تسمعني وانتبه لي. خطأ تقني اخر. المهم خل اقول لك وبعدها همين ايش عندنا مثلا تشيبس، اشتغل من كلمه امريكيه تشيبس، رقائق البوتيتو، وبوتيتو من بوتيتو يعني اللي هي معناها بطاطا يعني بالفصحى، لان قبل كنا نحكي بالفصحى، هسه عندنا يعني اذا تحكي بالفصحى كيلر فيش او اذا تقول للواحد اسف from San Diego ومدري شنو يعني المهم. فعندنا بعض كلمات مثل شوكليته من شوكولات، كيكه من كيك، بسكت من بسكوتس، وبعد هواي كلمات خصوصا الأحرف الزايدة. مثلا احنا لهجة العراق معقدة شوية، ماخذ من كل لهجة، ماخذ من كل بلد شيء. مثلا التركي شفقة اللي عندنا قبعة من قبعة بس معدلين عليها. وهمينا من ايران كلمة طاسة. احد الشيء يعجبني انه مثلا السعوديين والعراقيين يعني البلاد العربية يفهمون لهجة العراق دوم، حتى اللبنانيين معلومة، اللبنانيين والمصريين والسوريين ما تلاحظ بلهجتهم شوية فد نوع من النغمة. معلومة تقدر تلاحظ النغمة المصرية بأغنية بشرة خير. خلنا نرجع هيدا كدا شباك ذني يعني هسه ننتقل إلى اللهجة السعودية. اللهجة السعودية شوية هي لهجة ليش ما تلاحظ اللهجة السعودية غالبا الكويتية وبعد كم لهجة، ولا هي الكويت يحجون بشي اسمه شوية يعني سعودي، مرات عراقي نقول مرات يعني انت سعودي هسه تفهم كلامي. مثلا يعني كلمة أبي، تبي، تبغى، أبغى، حقك، حقي، حقك يعني معناها مالتك بالعراقي بس حقك ما تلاحظ كأنها كلمة حق لك، الحق لك، او يمكن انا اخرف، بس المهم اقول لك معناها كلمة ابغى. بالقرآن الكريم اسمع كلمة ابا يعني لن يريد او لم يريد او ما راد عندنا بالعراقي، يعني هي ابا كان معناها ما اريد، وما اريد كان معناها اريد، واريد كان معناها ما اريد. فمثلا يجون عصابة يقولوا لك هي يا ولد ما تريد نقتلك، وتقول لهم اريد تقتلوني، يعني شوية تدوخ الحال. مثلا هسه انت يعني تريد تنقتل، معناها ما تريد تنقتل، فهمت؟ يعني كانت وما اعرف هو عن اللهجة السعودية يعني من جيزان ذني، بس اذا انت سعودي قلنا عن لهجتك، ويعني علق باللون الاخضر، حط لون اخضر واكتب عن لهجتك، واذا انت عراقي علق باللون الاحمر، اكتب لون، حط الشكل ايموجي من اللون احمر واكتب عن لهجتك. وهذا كان فيديو اتشي بالعيد. اتمنى انه يعجبكم الفيديو، اكثر الاستغفار، صلوا على النبي لا تتركون صلاتكم، مع السلامة.